هذا برنامج ساخر هزلي غير حقيقي غير موضوعي وغير محايد، والأحداث الواردة به خيالية ولا تمت للواقع بصلة، ويتشابه بينه وبين الواقع فهو أغرب من الخيال. نسيت أقول لكم، هذا البرنامج للكبار فقط، نظرا لما قد يتضمنه هذا البرنامج من محتوى قد يكون غير مناسب لبعض الفئات العمرية، لذلك لازم التنويه. من الآخر كده، أي حد يتكسف يوم دلوقتي عشان ما يتضايقش مننا. ادينا قلنا لكم اهو. قمتوا خلاص؟ مساء الفل. والآن مع برنامج البرنامج مع باسم يوسف. ميرسي. استنى بس، اصل دي تسريحه جديده. ثانيه واحده، هم حاولوا يعملوها كيانو ريفز بس فلتت منهم. ثانيه واحده، ستايل معلش، لا مؤاخذه. اهلا بكم في برنامج البرنامج. كل سنه وانتم طيبين. هابي نيو يير. مظبوط. سهرتوا فين؟ مش مشكله، هتتقفل كلها، مش مشكله خالص خالص، مش مشكله. تمتعوا باخر هابي نيو يير. النهارده اول حلقه في السنه الجديده. في ليله راس السنه في التلفزيون كان في طرق كتير للاحتفال في برامج التلفزيون. في مثلا اللي مال الاستوديو بلالين وطراطير، في اللي جاب موزز من لبنان للاسف، وفي اللي نفذ في كلينكس ورماه على الارض. لكن احنا هنحتفل بالسنه الجديده بطريقه مختلفه. 2011 يمكن تكون السنة اللي أبهرنا فيها العالم. 2012 هي السنة اللي فيها وأبهرنا العالم واحنا فكرنا نعمل حلقة خاصة عن السنة اللي فاتت، بس مبدئيا ما كانش في موزن من لبنان عايزة تيجي، ما كانش عندنا ميزانية كافية كلينكس اللي هيغطي المسرح. عشان كده قررنا ان احنا مش محتاجين حلقة بحالها عشان السنة اللي فاتت. فأنا اتراهنت مع فريق الإعداد ان انا ألخص لكم 2012 في أقل من دقيقتين. جاهزين؟ نعمل بس يسقط حكم العسكر، عرس ديمقراطي، عندنا برلمان، مناخير البلكيمي، لن نرفع انتخابات رئاسيه، ابو اسماعيل امريكيه، جوله ثانيه، مرسي كسب، شفيق كسب، الاخوان نزلوا في كل مكان، مرسي كسب، افتح صدرك في الميدان، اقاله المشير، خلانه المشير، سيده بتضيع، الشاطر بديع، صديقي الوفي شيمو البنيس، علاقتنا مع امريكا، النيس، حل البرلمان، اين البرلمان؟ حكومه زي الفل، براءات للكل، عندنا بابا جديد، الاهلي حديث، موقعات الاتحاديه، مواقع اباحيه، حصار الدستوريه، شريعه وشرعيه، اين البرلمان؟ انا سعيد انك سالتني السؤال ده. ماشي النائب العام ودي الفاتيكان، مش هيمشي النائب العام، طلع له اعلان دستوري، قرار علي المهدي قلع الثاني، ابو تريكه طلع اخواني، يسقط حكم المرشد، النباتات، حرب مسلوق 5 7 3 4، ما ذنب النباتات؟ اين البرلمان؟ لن نركع تاني، هاتوا لي راجل، جابوا لك راجل، جابوا لي راجل، تكفير المسلمين، تكفير المسلمين، تهجير مسيحيين، هنشوف ايام سود، نرحب باليهود. هو ده اللي حصل في السنة.
كانت سنة ما يعلم بها الا ربنا، سنة بنت كلب. الحمد لله خلص 2012. احنا خسرنا حاجات كتير، راحت مننا حاجات كتير، حاجات عزيزة علينا وغالبا احنا مش هنشوفها تاني. هتوحشنا يا غالي. عشان كده كخدمة من البرنامج ده، خليه هنا بس عشان الحاجات دي بتتاخد. لا مؤاخذة. احنا بس هنا اهوت، احنا خدمة برنامج، احنا قدمنا هنا اهوت خدمة مصرفية ان احنا حاطين سعر الصرف معانا. يبقى معانا اهو طول البرنامج. ثانية واحدة. معلش احنا بنحاول نبقى مع الاخبار عامة معانا على طول كده. اوكي. المهم قبل ما نبتدي في موضوع مهم في محتوى البرنامج. الناس اللي في البيوت يمكن تكون شافت التنويه اللي قبل البرنامج، بس حضراتكم لسه ما تعرفوش البرنامج بقى للكبار فقط. يعني 18 بلس يعني و6 وكده. كنتوا بتقولوا ان البرنامج فيه ايحاءات. انتوا لسه شفتوا حاجه؟ يا لهوي. احنا النهارده هنتكلم عن حاجات قبيحه شويه ويمكن تستفز مشاعر بعض المشاهدين. احنا بندي الفرصه اهوت اللي بيتفرج مع اهله انه يقوم اهله. ويا ريت لو في اطفال سيدات او ناس بتتكسف يا ريت يقوموا. قمتوا نيمتوا العيال عشان البرنامج مش انا حذرتكم عشان ما حدش يشتكي خلاص، عشان الموضوع ممكن يكون فيه ايحاءات مش ظريفه. احنا النهارده هنتكلم عن خطاب الرئيس. خطاب الرئيس. بس قبل خطاب الرئيس تعالوا نشوف ازاي الشعب استقبل خطاب الرئيس. بص يا حبيبتي، انا دلوقتي سمعت خطاب رئيس حسني مبارك، ماشي؟ قصدي رئيس مرسي، ماشي؟ اي اموت انا. مش قلت لكم نيموا العيال؟ الاوي بقى 2013 بادئ زي الفل اهي الحمد لله ان شاء الله يعني. تمام اوكي ماشي. مش ده عشان دي حاجات كبيرة عليكم. لكل الناس اصحاب النوايا السيئة زيي، انا ما جبتش الفيديو ده عشان اشبه الرئيس مرسي بحسني مبارك ابدا. الموضوع مختلف دلوقتي. في عهد الدكتور مرسي مصر بقت مستقرة، بقى عندنا دستور، مصر بقت دولة مؤسسات، البلد داخله 2013 بخطى ثابتة. البلد عاملة زي الجيلي كده، عارفين الجيلي؟ مهلبية كده. جيلي ومهلبية بلدي قوي استاذ محمود، يعني مش ايه التشبيهات دي؟ اكيد في تشبيه احسن من كده. ليلة الخروف تنفع؟ ليلة الخروف مهزوزة مش متمسكة. اذا كان كده تنفع ليا، بس بقول لكم يعني هي البلد حالتها صحيح متاخره وجايبين ورا والاقتصاد مدلدل، بس مش ورا ومدلدل كده يعني، مش لدرجه ليا. وبعدين ان شاء الله البلد هتتقدم وبكره اكيد احسن، اكيد في امل. هناك واحنا مسؤولين عن هذه السفينه، ان هناك ضوء ساطع في نهايه النفق. ضوء ساطع في نهايه النفق. ضوء ساطع في نهايه النفق؟ احنا بنموت ولا ايه يا دكتور قنديل؟ يعني احنا دلوقتي في سفينه وفي نفق وفي ضوء ساطع في اخره. طب ما ممكن يكون واحد مولع سيجاره في اخر نفق بيشتغلنا، يمكن سفينه تانية جايه عكسه بتقلب نور. لا احنا ما ينفعش نمشي هلهلي كده. النور الساطع ده هو هنوصل له امتى؟ مفيش الا الريس، هو اللي هيطمنا. يا ريس قول لنا، طمنا صحيح يا ريس، احنا خلاص بنموت. نعم هذه حقيقة. يا ريتك ما اتكلمت، يا ريتك ما اتكلمت. معلش هو قصده فعلا في مشاكل بس هنعديها. طب يا ريس قول لنا كلمة تانية تكون جديدة على الناس في مصر. مصر لن
تفلس ولن تركع. لن تركع تاني ليه؟ يا ريتك ما قلتها يا ريس. من ساعة ما سمعناها من السنة اللي فاتت واحنا مكفيين على بطننا يا ريس. معلش اظن احنا اتلسوعنا جامد. اقول لك كلمة بسرك، في ناس بتقول ان مصر هتفلس. رد عليهم يا ريس، احنا فعلا هنفلس؟ من يقول ذلك؟ إن الذين يتحدثون عن الإفلاس هم المفلسون. من يقول ذلك؟ مين ابن الكلب اللي قال كده؟ طمنتني يا ريس. هم المفلسون يا ريس. اللي بيقول كده، اللي يقول ان بلدنا فيها مشكلة هو اللي مفلس. الريس راح قال لنا يعني ارقام خيالية على خيالية يعني اي حد يقول عكس الكلام ده يبقى هو اللي مفلس. أكد البنك المركزي المصري على وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى الحد الأدنى والحرج. نحن في وضع حرج للغاية. احنا هنشوف أيام عجب. احتياطي النقد في مستوى حرج والرئيس مرسي يشيد بالنمو. الوضع الاقتصادي عندك لا شيء، انت على الحديدة. لا ده انت مش على الحديدة، انت على الخشبة. البنك المركزي يقول هنخش في المرحلة الحرجة، الاحتياطي في وضع حرج. يعني على الحديدة صعب، يعني الحديدة يمكن نبيع الحديدة شوية، انت على انت تحت. البنك المركزي بعد الخطاب طلع قال مصر في أزمة. البنك المركزي هو اللي فلس؟ لا، ايه الكلام الفارغ ده؟ مفيش دول بتفلس. اي واحد فاهم اقتصاد يعرف ان ده كلام فارغ. مفيش دول بتفلس. الدول لا تفلس. اللي يفلس شركة او مصنع. الحمد لله شركات مصانع هي بس اللي بتفلس. فعلا مفيش دول بتفلس. المصانع بتقفل، الاستثمارات بتوقف، الناس ما بتلاقيش شغل، ما بتلاقيش اكل، البنوك بتقفل، العمله بتنهار. ده مش افلاس، ده خراب بيوت. بالنسبه للدول اللي ما فلستش، عندك مثلا اليونان لقت الاتحاد الاوروبي يديها 200 مليار يورو، واحنا بنهيص على 2 مليار وديعه من هنا و4 مليار قرض من هنا. او زي الارجنتين اللي حصل فيها انهيار العمله، قفل بنوك، ضاع مدخرات. بس الحمد لله الارجنتين دلوقتي كويسه وبتكسب كاس العالم، ورئيسها اياميها هرب بالطياره هليكوبتر. يلا عقبالنا، انا قصدي على كاس العالم. انا بيتهيألي انا كده ممكن اطمن على حال البلد بعد خطاب الرئيس. رأى البعض أن الخطاب كارثي. خطاب إن كشف على شيء كشف على إفلاس من يديرون البلاد بلا رؤية. We will be in deep shit. المشكلة كانت عند الرئيس إن مزاجه ما كانش كويس النهارده. إحنا النهارده بقينا من أكثر دول بؤسا. You will be in deep shit. ديب شيت؟ ليه كده؟ البلد مش ناقصة شتة يا أستاذ عمرو. أنا كده مش مطمن. حد طيب ممكن يشوف الخطاب من زاوية تانية، سمعه بطريقة تانية؟ هذا اليوم أنا بعتبره ده يوم تاريخي. في حالة ارتياح عالية تصل إلى درجة من درجات سعادة أحيانا. فخطاب الرئيس كان خطاب تفاؤلي، خطاب تاريخي. بانشراح كبير دخل إلى الاستوديو دكتور أحمد أبو بركة القيادي بالحرية والعدالة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا مولانا. أنا اتبسطت على الآخر. في حالة أساسية عند الإنسان لا تفارقه. أعتقد أنا بالنسبة لي حتى الإشراح. انتوا سمعتوا نفس الخطاب؟ سمعتوا نفس الخطاب؟ على العموم والله يطمنكم، الشعب كله بيشكر لكم ومنشرحين على الاخر. بالنسبه للناس اللي لسه متشائمه، احنا الحقيقه عايزين راي محايد، راي يجيب من الاخر. 分为国家与社会、权利与自由、国家权力机构、独立机构和监督机构。اهو قالت لك سيكو سيكو، هو ده الكلام الموزون. دي ناس عرفت تترجم كلام الرئيس صح. هو صحيح ما قال سيكو سيكو، بس يعني قال فيما معناه يعني سيكو سيكو. هو ده اللي بيتعمل فينا. طب اكيد في تحليل افضل من كده. ومعنا من امام البرلمان خالد منصور محلل من هناك. اهلا خالد منصور. اهلا باسم. لا خالد، ممكن يا ترى تقول لنا ايه تحليلك لخطاب الرئيس؟
خالد شكرا خالد، شكرا ميرسي ده. انا مش فاهم ايه التشاؤم ده الحقيقه. انا ما كانش قدامي غير ان انا اسال بنتي ناديه. انتوا عارفين ناديه هي اكتر واحده بتتابع خطابات الرئيس، فلما سالتها وشافت الخطاب ده كان رد فعلها. حتى انت يا ناديه. طب ما فيش طريقه نعرف ليه الاقتصاد تعبان؟ ليه مثلا السياحه مضروبه؟ كما شهدت السياحة زيادة ملحوظة، ولولا الأحداث التي خرج فيها البعض عن سلمية العمل السياسي لاستمرت هذه الزيادة المضطردة. فعلا في بعض الناس اللي خرجوا عن السلمية وبهدلوا السياحة وعطلوا مسيرة البلد. الناس دول مثلا نزلوا وضربوا الناس في الاتحادية، ما كانش لجماعتك دعوة بيهم خالص. دستور اتكتب غصب عن عين المحكمة الدستورية اللي جماعتك ما حصلتهاش خالص. اما بالنسبة للاستقرار والمصالحة الوطنية فكان كده في جمعية تأسيسية واحد ربنا يسامحه وعد بإعادة تشكيلها ورجع في كلامه. الواحد ده كان انت يا ريس. بس في وسط التشاؤم ده في اي حاجة بنتقدم فيها؟ في اي حاجة نقدر نقول اننا تحسننا فيها؟ تقرير عن تدهور ترتيب مصر في قائمة الدول الفاشلة. تراجع الترتيب من المركز 45 إلى المركز 31 خلال عام واحد فقط. اشكر يا انشراح. شوفوا احنا محتاجين نعرف مين المتسبب في حالة التأخر وعدم الاستقرار اللي احنا فيه. ليه البلد اتأندلت كده؟ عشان كده انا برضه راهنت فريق العمل ان انا الخص لكم الاسباب دي في اقل من دقيقة. جاهزين؟ ستوبوتش اهي جاهزين؟ اسباب تدهور البلد. أهلي وعشيرتي. بس كده، نراكم بعد الفاصل. شكرا. اهلا بكم مره اخرى في البرنامج. لو انت بتتفرج في التلفزيون يبقى احنا بنهنيك لان انت عديت اكبر فقره اعلانات في التلفزيون. بنهنيك. انا ماليش دعوه خالص بالكلام ده. كلموا CBC، يعني ماليش دعوه. احنا لسه في اول حلقه في السنه الجديده، وانا عايز اقول ان بالرغم من تشاؤمنا من السنه اللي فاتت انا الحقيقه متفائل. انا حاسس ان شاء الله ان السنه دي هتبقى احسن بكتير جدا ان شاء الله. أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله إحالة البلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف للتحقيق في اتهامه بإهانة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. على العموم حتى الآن مفيش حاجة رسمية جات لنا، لكن احتياطي أحب أقول لسيادة النائب العام أو أي حد يحرك قضية ضدي أحب أقول له why do this why المهم نرجع تاني للحلقة. انتوا عارفين ان الأسابيع اللي فاتت كان كل كلام البلد عن الدستور، وعشان يكون عندنا دستور كان لازم يحصل استفتاء. والحقيقة الدستور كانت كتابته مش سهلة خالص. البلد مرت بمراحل كتير. ممكن تتوصف بيه المرحلة دي مثلا انها كانت مليانة تعب، مليانة كفاح، مليانة عرق. دكتور مرسي والدولة في مرحلة ولادة، لكن الولادة دايما بتبقى تعثرة فيها تعثر
لسه ما الجنين ما اتولدش وفيها صعوبة. حالة الولادة لحالة الصريخ، الست فيها بتصرخ بيبقى عندها الطلق. لكن الخلافة على حجم النزيف بعد أن يقطع الحبل السري. هذا الدستور خرج كجنين مشوه. احنا لسه بنتكلم على الدستور صح؟ وكمان ايه حكايه ان هو طلع جنين مشوه ده؟ هي تأسية كان بتدخن وهي حامل؟ ويعني لما الدستور يكون طفل مشوه نستحمله شويه، ناخده في كنفنا، ما هو برضه ابننا من صلبنا. هذا دستور لقيط. ما هو ده دستور اصلا ابن ليل. فترة ظلام تم فيها اشياء خرجنا منها بدستور. الاستاذ عامل زي شرف البنت، زي عود الكبريت، مره واحده خلاص خلص. يا لهوي، لقيط ابن حرام، حاجات حصلت في الضلمه. دستورنا كان دستور خطيئه. هما كانوا بيعملوا فيه تأسيسية، اتاريهم كانوا بيقعدوا للفجر. انا برضو قلبي كان حاسس برضو من 9 اشهر كده، وتأسية ماشيه ماشي بطال كده وبطنها قب حبتين. طيب اذا كانت الاغلبيه عكت، ممكن المعارضه تصلح الغلط واللي انكسر يتصلح. ممكن المعارضه تنقذ شرفنا. حصل تزاوج ما بين يعني هؤلاء الفوضويين والبلطجيه وما بين التيارات السياسيه المعارضه الان. حصل تزاوج، ربما يكون زواج لكن يا للاسف غير شرعي، ربما يكون زواج عرفي، ربما يكون زواج يعني باي حاجه، يعني ربما يكون حاله من حالات الرذيله. ده ايه النجاسه دي؟ البلد دي طاهره وهتفضل طول عمرها طاهره. طب ما احنا لازم نشوف لنا صرف في الدستور دهوت. طب نسربه في الشارع، نسيبه قدام باب جامع، طيب نشوف له اي حل. هذا الدستور لن يعيش كثيرا. اتعاملوا مع موضوع الاستفتاء على الدستور ده بمنطق اكرام الميت دفنه. يلا ناقص فضيحه واتدارت. ما هو بكل التشبيهات المعفنه دي كان عايش بينا ازاي؟ ده عار، ده الكلام فيه ايحاءات اكتر من البرنامج بتاعي. طب ما فيش طريقه مثلا ان احنا نتعايش مع الدستور دهوت، مثلا نحاول نصلح في مواد وبعد كده نصلح اللي اتكسر. ويا ريت ارجوكم بليز يعني يكون في رد سياسي موضوعي بعيد عن الايحاءات ديت. ما هي نفس الحكومه بس هنرقع شويه تحت اسم تغيير، زي ما كنا بنغير كده في دستور 71 كنا بنرقع في الدستور التغيير بنسميه ترقيع. فالترقيع الوزاري القادم ان شاء الله نتمنى له التوفيق، ونتمنى ان يكون يعني ترقيعا في محله. هي الناس دي قصدها قبيح ولا انا اللي مخي زفر شويه؟ يمكن ده اصلا البرنامج على الناس، مش عارف. بعيدا عن الكلام ده، هو تعالوا نرجع في الزمن شويه. هل كان ممكن نرفض دستور مشوه لقيط ابن حرام زي ده؟ هل المعارضه كان ليها رؤيه؟ كان ليها توقع للي هيحصل دهوت؟ هل هي شافت حاجات احنا مش شايفينها؟ ان انا واثق ان النتيجه ستكون في هذه المرحله باغلبيه واضحه لصالح لا. نسبه التصويت بلا على الدستور حازت الاغلبيه. انا بس عايز اقول لكم حاجه في غايه الاهميه، ان الشعب المصري قال لا. ايه ده بجد؟ الشعب قال لا؟ امال النتائج دي ايه؟ الاخوان بيضحكوا علينا؟ ازاي المفاجاه ديت؟ الشعب المصري قال لا، انما الصندوق هو اللي قال نعم. لا والنبي، لا بجد. طب ما الصندوق حلو اهوت ما بيقولش لا. امال صندوق النقد اتقلم عليه ليه؟ بمناسبه الصندوق اللي قال نعم اللي ملوش علاقه بالشعب، خليني اوري حضرتك عينه عشوائيه من الصناديق اللي قالت نعم. وقبل ما اعرض الفيديوهات ديت خليني احذركم انها اتعرضت بالظبط كده على الجزيره مباشر. مش عايزين نعيش في البلد. خش جوه شوف الباب اتقفل. الاغلبيه بتقول نعم، فانت عشان تقفل وتقول ومش فانت بتقول نعم. وده سبب من اسباب ان البرنامج بقى للكبار فقط. لو انت بتتفرج من البيت، التيت ديت من عندنا احنا. المسرح هنا اللي بيسوها من غير تيت. جمهور قبيح قوي. لكن لسه في امل في معارضه قويه. المعارضه دي مش هتسكت على كده، احنا لازم ننشف شويه. اللي قالوا لا دي قوه مصر الناعمه. كل القوى الناعمه بتاعتنا هنفقدها في وجود حكم الاخوان. هذا القطاع الواسع جدا من المصريين اللي هو اساس قوه مصر الناعمه. فعلا القوه الناعمه مهمه في الانتخابات برضو. ما هو برضو ما ينفعش نواجه الاخوان وقوعنا مقشف.
المفروض تبقى كده مفوق مظبط عامل سويتك تاتشات صغيره كده حمام مغربي وخلي اي حد بقى يقف قدامنا. بس لو هو ده الحوار اللي طبق الانتخابات خليني اقول لكم الشارع العادي بيرد عليكم ازاي. الاغلبيه بتقول نعم، فانت عشان تنفل وتقول او مش يبقى انت ما بتقولش نعم. وبنأكد مره ثانيه ان التيت اللي في التلفزيون من عندنا احنا. وبمناسبه الشارع ممكن تختلف على اللي قاله الشعب، بس انا متاكد ان الشعب نفسه كان منقسم على نفسه. بداية الشغل كله تصالح بين جميع فئات المصريين، اللي قالوا واللي قالوا نعم. اللي قالوا واللي قالوا نعم. طب اللي قالوا ايوه طيب نعمل فيهم ايه؟ طب قدام النجاح الكاسح ده للاخوان كان ايه دور جبهة الانقاذ؟ خليني افكركم بموقف الجبهة الثابت والراسخ قبل الاستفتاء. لو احنا قدرنا من خلال حملة المقاطعة هتكون حملة فعالة جدا. الرفض بمعنى ان ما حدش يروح ويشارك. ايوه بقى هي دي المواقف. قاطع الاستفتاء، احرجهم قدام العالم، هي دي المواقف الثابتة. كلنا هنقاطع، اثبت مكانك. فقد قررت الجبهة دعوة جماهير الشعب المصري الى الذهاب الى صناديق الاقتراع. ايوه بعد ما نروح نعتصم ونقوي موقف المقاطعه هنقاطع. مفيش استفتاء يعني مفيش استفتاء، نقاطع يعني هنقاطع لرفض هذا المشروع والتصويت بلا. انت بتشتغلنا يا كابتن؟ انتوا بتخدعوهم هم ولا بتشتغلونا احنا؟ امبارح هنقاطع، النهارده هنقول لا، بكره مش عارف. خليني اوضح لكم الفرق بين الاخوان وجبهة الانقاذ. الاخوان الدستور هيتكتب، الاستفتاء هيتم غصب عن التخين واللي زعلان يتفلق. جبهة الانقاذ يعني مش عارف بس مفيش توقف. الاخوان طز فيكم. الجبهة الشعب قال لا. الاخوان انت عبيط ياض. الاخوان عندهم قدره ان هم يبيعوا لك اي منتج او راي او قرار حتى لو كان منيل ب60 نيله، وانتم بتلعبوا ملك وكتابه قبل اي قرار، وفي الاخر بتخسروا سواء ملك او كتابه. خليني اقول لكم مثال صغير. عارفين الدستور اللي اتكتب كونه ان هو وحش واتكتب غلط وفيه عيوب قد كده مش هتفرق، لان هم هيوصلوا لك الرساله اللي هم عايزينها بالظبط. أن هذا من أعظم الدساتير اللي وضعت في تاريخ مصر القديم والحديث. أعظم دستور جه مصر، أعظم دستور أنتجته لجنة تأسيسية في تاريخ مصر. ده دستور متفرد، اللي بيقول كده ما يقراش أي دستور في العالم. أنا أزعم أن هذا الدستور اللي موجود دهوت هو أعظم دستور شهادته مصر من أول ما كان الدستور. لا ما تقوليش بقى. طيب ما تقوليش إن في دستور في العالم اتكلم بالطريقة دي. ما تقوليش الكلام. أنت على طول متكيف كده في إيه؟ الدستور فظيع. خطاب الرئيس الدستور ده هو امريكا واوروبا غيرانه مننا، العالم بيتعلم مننا من اول وجديد. ده احسن دستور جه في التاريخ. لا سوري مش لدرجه يعني ان هو احسن دستور في التاريخ. اعظم دستور في الحقوق والواجبات في العالم والحريات، نعم، وفي العالم كله، وسوف يفتخر بنا العالم. البشريه لم تصل بعد الى الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. البشريه نفسها ما وصلتش للدستور ده. هو عارف لانه هو موجود على الكوكب ده من قبل ما البشريه تفتح اساسا. البشريه ما وصلتلوش. تحس كده يعني ايه كائنات فضائيه هي اللي كتبته؟ احنا اللي فهمنا غلط. ما كانش جنين مشاوه هو شكله كده. مش ملاحظين حاجه؟ نفس الناس اللي بتقولك ان الدستور ده ما حصلش هم نفسهم اللي اتكلموا عن مشروع النهضه، الاستفتاء اللي هيوديك الجنه، المؤامرات الصهيو امريكيه، اللولب والتبس الخيام، وعلى القدس رايحين شهداء بالملايين، وبرضه صدقناه. ده احنا طيبين قوي 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 يا جماعه. يلا في الاخر دستور فضائي ابن حرام، دستور من قبل التاريخ. هو في الاخر دستور يضمن الحريات، يحافظ عليها، وان شاء الله من غير اي قيود. الدستور ده فيه قيود كامله لم توجد قبل ذلك في اي دستور مصري. هم قالوا ان في حريات متكتفه بقى مزنوقه متحرره حل شعرها، ملناش دعوه هي موجوده. كنتش عرفكم البشريه يعني اول ما فتحت كانت الحريات عامله فيها ازاي؟ بس ليه الناس دي عايزه تأيد الحريات؟ ايه اللي حصل في البلد عشان يخافوا من الحريه؟ قلت لهم حضراتكم تقبلوا ان يوجد في مصر باسم حريه العقيده عباده الشيطان؟
قالوا لي لا، الدعوات لحفلات الجنس الجماعي انا سلمتها، انا شفتها بنفسي. عبادة شيطان وجنس جماعي في مصر؟ لا، يبقى عندهم حق، مش بس يقدروا الحرية، لا يدفنوها. بس فعلا احنا عندنا حفلات جنس جماعي؟ طب ما حدش قال لي ليه؟ والاهم من كده تتعمل فين؟ استنى، هو قال ان هو عنده ادله وشاف الكلام ده بعينه، فين بقى؟ ازاي؟ انا شفتها بنفسي، اعلانات مكتوب فيها all girls free. all girls free؟ ده دليلك؟ يعني عندنا حفلات جنس جماعي وبنات ببلاش؟ طب ما حدش قال لي ليه؟ والاهم من كده هي فين؟ هو معنا مراسلنا من احد حفلات الجنس الجماعي خالد منصور. اهلا خالد. خالد، بالنسبه لحفلات الجنس الجماعي وقول جلد فري والبنات ببلاش، ممكن تاكد لنا الكلام ده؟ هو خالد بتعيط ليه يا خالد؟ بنات مش ببلاش يا باشا. شكرا خالد، شكرا. خالد منصور وشادي الفونسو يا جماعه. يعني دليل الشيخ ياسر برهامي ان في ورقه بتتوزع عادي في الشارع عليها اول جيرلز فري. امال لو كان مكتوب عليها كابلز اونلي كنت قلت عليها تبادل زوجات؟ بس كده في امل. اذا كنا مسكنا عليهم ان هم ضحكوا على الناس بالدستور زي ما ضحكوا عليهم مشروع النهضه وكمان ايدوا الحريات، يبقى لسه في امل. في انتخابات البرلمان التيار المدني ممكن ينتصر، يطلع من عندنا ناس تتكلم بالعقل تقول ليه الدستور ده هو مش كويس، مش بقى جو نظريه المؤامره الصهيونيه الامريكيه بتاعتهم دي. احنا اعقل من كده. اللي كاتب الدستور المصري امريكاني ازاي؟ يهودي. المخطط الصهيوني الامريكي اللي معمول لنا عشان نبقى زي العراق. احنا قلبنا على قناه الحافظ. والله السلف اهو بدأ. ايه ده تيار مدني تبعنا؟ احنا ناقصين تلبيس، معلش. هي حالات موجوده في كل حته هنا او هنا. الامل دلوقتي في ناس عاقله، ناس في جبهه الانقاذ، يعني ناس تقوم بيها شويه. صحيح هم غلطوا كتير، لكن في امل يصلحوا غلطتهم. الاخوان والسلفيين متحدين مع بعض رغم خلافاتهم، اكيد المعارضه متحده مع بعض برضه، اكيد بيدفنوا خلافاتهم مع بعض. هذا كلام رجل مضحوك عليه مغسول مخه. اللي عاوز ينقذ مصر لازم يجمع كل الناس. اللي عاوز ينقذ مصر يجمع كل الناس. لا استنى، ده عيب. هي دي جبهة انقاذ مصر. انقاذ مصر من مين؟ لا استنى. وبنستغرب الاخوان ازاي. طب ممكن النشطاء او السياسيين ورجال الاعمال يلتفوا حوالين التيار المدني عشان يساندوهم رغم الخلافات، ما يشتموش بعض، ما يختلفوش مع بعض. قامة الانقاذ الوطني هي اللي غرقت المصر. دكتور البرادعي عمل لنفسه مجتمع ضيق قوي على قد، وانا النهارده لو وقفت لوحدي ضد البرادعي هقف، لان انا بعتبره ده مبعوث امريكا. باشمهندس سبت ايه الاخوان والسلفيين يا باشمهندس؟ المهندس ممدوح حمزه معروف بمجهوداته في الميدان، زي مثلا توزيعه لكلوتات الثوره او دخوله برنامج تلفزيوني بخروف. قال يعني كده حطيت عليهم. لا، نماذج معارضه جميله الحقيقه. على العموم زي ما عيطنا على الدستور هنعيط على البرلمان، واذا كان الاخوان فاشلين فاحنا عندنا معارضه ممكن تتوصف بانها نص لبه. سوري، نص لبه لفظ تقيل شويه. طب نقول معارضه مهزوزه مش مستقره، عامله كده زي ليله الخروف. تنفع؟ ليله الخروف مهزوزه مش متماسكه. عشان كده الاخوان فينا. ضلكم على الفاصل. اهلا بيكم في البرنامج. عزيزي مشاهد التلفزيون، نعتذر عن قطع الاعلانات. النهارده احنا معانا ضيف مميز جدا،
وهو مش محتاج يتقدم. هو كل يوم الصبح بيقدم برنامج على اون تي في، بيقدم صباح اون. المزيد من التعرف على ضيفنا، رحبوا معايا بالمذيع الاعلامي يوسف الحسيني. اوكي ايه ده؟ معلش انا لازم اظبط الناس على الكنبه بالظبط، يعني تبقى ضبطه. مظبوط. ازيك يا يوسف؟ يعني احنا سعداء جدا بوجودك. انا اسعد والله. واحنا النهارده محضرين لك مفاجاه. يعني ربنا يستر. لا 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 ان شاء الله، ما تقلقش، احنا محضرين لك مفاجاه وانت هتنبسط بيها جدا قوي جدا. هتشرح؟ لا 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 هتنشرح. هتشكر لما تقول يا بس. انا عايز اشكر، مش عاوز حد يشكرني. لا 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 هتشكر ويتشكر لك وكل حاجه. ايها الساده، اقدم لكم، اتفضل يا شادي. ايوه 3 من برنامج باسم يوسف عايز اوجه التحيه لواحد برضه اسمه يوسف، رمز الجد والسخريه، بيراب من غير مجهود، يعرف يكيف الجمهور، كلمه حق عنده واضحه مش كلام ما بين سطور، رابر مصري اصلي حصري، صاحب صاحبه صحيح ذكر، لا بيخاف ولا بيتهز وثابت زي الحجر، كل صبح كل يوم يطلع حلف له 100 يمين انه يفضح كل ظالم ويسخن في المشاهدين، مفيش غير واحد منه بس كلامه يا عين، رابر الاعلام المصري يوسف جانستر الحسيني. اللي بيقول يبقى ما يخافش، واللي يخاف ما يقولش. الجمعية التأسيسية جمهورية مصر العربية وقفة احتجاجية ساحة الكلية وطنية يا بغل مدنية يا بغل، بيؤيدوا شرعية وطنية يا بغل مدنية يا بغل، أعباء مادية رئاسة الجمهورية يؤيدوا شرعية. هوب ادي 1، هوب 2، هوب 3 يا بغل، هوب 3 يا بغل، هوب هوب الحق أبلج، في إخوان والباطل لجلج، في إخوان يا بغل، هوب هوب وفي مصرية، مش كده ولا إيه؟ بغل يبقى في ميليشيا ولا إيه؟ أسافر وأسيب مصر ليه؟ ده سيناريو صح ولا إيه؟ صح ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ ولا إيه؟ الاقتتال الاغتيال داخل العيال، ماشي، شغلانتي دي غيظاهم. احنا كنا عايزين نثبت ان انت بتعمل راب احسن من اي حد. اقتتال يا باغي يا باغي. بعدين ننزل علشان كده احنا هنكمل لقائنا مع الاستاذ الاعلامي يوسف الحسيني، لكن اعتقد ان احنا لازم نطلع بريك تاني عشان اعلانات. نلتقي بكم مرة اخرى مع البرنامج بعد الفاصل. اهلا بكم مرة اخرى في البرنامج. يوسف انت شرفت. يوسف صاحب برنامج صباح اون في اون تي في. هو صاحب البرنامج اللي بتطلع معاه مذيعات كتير، هو بيفضل يتكلم، انت ما بتديش فرصه لحد اساسا. فانا عايز اسالك على البرنامج ده اساسا، يعني انت مبسوط بالمذيعات اللي عندك ولا انت بتحب تطفشهم يعني؟ لا انا بحب المذيعات اللي عندي يعني. اوه بتحب المذيعات اللي عندك. اتفضل حضرتك. قوي أيوة. هم الاثنين متجوزين. انت مش مخلي الموضوع ده احسن بكتير خالص من الموضوع. انا قصدي انت، الناس بتقول دايما ان انت بتستحوذ على الحوار، انت بتبقى انت تكلم ومش حد يوقفك راب، بتعمل راب يعني، بتنزل وبتعمل رابنج على طلقة كلام بالظبط، طلقة كلام دفعة بالظبط. لا هي كل حكايه انا بتكلم، ما بقولش لحد ما يتكلمش. هم بيسكتوا، او احيانا بيضحكوا، احيانا بيتكسفوا يعني، بيتضايقوا، وارد، بيستحيوا، بيتنحوا. طيب الناس كلها بتتهمك ان انت راجل حاطط الاخوان في دماغك، عندك كأن في طار شخص. انا ولا انت؟ انا وانا كمان. هو انا بس في حاجه متضايق منها. انا لا الناس بتقول انت اللي بتحط على الناس. لا الناس بتقول ان انا طفل ساويرس. ما حدش بيقول عليك انت طفل ساويرس. لا انا كلب ساويرس. اذا كان كده معلش.
بس في ناس بتاخد عندك فعلا ان انت واحد كان انت واقف للاخوان على الوحده. هل انت عندك مشكله شخصيه مع الاخوان؟ في حد اخوان ولا مصنع الكراسي ولا اي حاجه خالص. تمام. هو انا ما عنديش مشكله مع الاخوان بشكل شخصي، يعني ما عنديش ازمه انسانيه مع الاخوان. هو انا عندي مشكله مع تعاطي الاخوان او طريقه تعامل الاخوان او اداره الاخوان من زمان، يعني مش لما مسكوا الحكم، مش لما الدكتور محمد مرسي بقى الدكتور محمد مرسي اللي موجود في الاتحاديه، مش لما الاخوان كانوا في مجلس الشعب، كانوا برلمان المنحل. الكلمه دي بتضايقهم قوي لانهم رجعوا تاني. ما حدش عارف بقى البرلمان اللي جاي ايه. من زمان يعني انا كنت ايام ما كنت في المدرسه كنت رئيس اتحاد طلبه مصر، فكنت بتعامل مع قيادات طلابيه من الاخوان. هو ده السر ورا انه انا مختلف مع الاخوان على طول الخط، عارف طريقه التعاملات ازاي، عارف يعني ايه بقالي 22 سنه، يعني انا الشهر الجاي هبقى 38 يبقى بقالي 23 سنه. الشهر الجاي 38 بيبي، احنا قريبين جدا بيبي من بعض. انت عارف انت هتوصل ذا بيج 4 بقى وكده. يس اوكي. فاتعاملت معاهم في فتره اتحاد الطلبه، اتعاملت معاهم واحنا في الجامعه، اتعاملت معاهم بعد ما اتخرجت من الجامعه، في شغلي قبل كده يعني. فهي المساله انه هي منظومه مستمره في عدم الوفاء بوعود، ومنظومه مستمره في طريقه اداره احاديه جدا، يعني اللي هم شايفينه بس هو الصح واي حد تاني لازم يبقى غلط. لازم ده انا ما اتعلمتوش في حياتي. انا اتعلمت ان انا وارد اكون غلط، ما عنديش مشكله ان انا اطلع غلطان، ما عنديش مشكله انه واحنا داخلين مع بعض في مناقشه فانه باسم يقدر يقنعني، مش بالضروره اخش المناقشه عشان انا هفضل صح لحد نهايه المناقشه. هي دي الازمه الحقيقيه اللي ما بيني وبين الاخوان. عمليا انا عندي معارف جوه الاخوان كتير، في بينهم ناس اصحاب اقدر اقول كده جدا، يعني واحد من اهم قيادات الشبان جوه الاخوان المسلمين زمان، هو خرج صحيح زي اسلام لطفي او زي امين شباب الاخوان في محافظه الجيزه علي، كل الناس دي اصحابنا ما عندناش فيها ازمه. وعلى مستوى قيادات الوسط وما الى ذلك اعرفهم كويس، وفي بيننا ود انساني عادي، لكن في خلاف سياسي جدا. طب على ذكر الخلاف السياسي، هل انت في الانتخابات الرئاسيه اللي فاتت الناس مثلا تتوقع ان انت تكون انت صوتت لشفيق، عيلتك كلها صوتت لشفيق، هل ازاي يعني التصويت كان ماشي؟ هو انا عيلتي كلها بتصوت دلوقتي. طب كده كلنا يا فندم تمام. لا شوف هقول لك حاجه، انا ليا خالي الكبير خالص ده اخوان او كان اخوان زمان، وانشق عن الجماعه من بدري جدا. وفي نفس الوقت ليا امي من وهي في الجامعه هي كانت قياده ناصريه جوه الجامعه، وبعدين بالوقت بقت مدير تحرير روزا اليوسف في مرحله من المراحل بتاعته. يعني انت عندك خال اخوانجي سابق وام ناصريه. تمام. وابويا الله يرحمه شيوعي. لا اله الا الله. تمام اوكي. تمام يا فندم. لخبطه جدا زي الدستور. في الوقت اللي احنا اصعب من الدستور. خالي اللي كان اخوان، انا فاكر مكالمه حصلت في المرحله الثانيه من الانتخابات، فامي اللي كانت بتكلمه فبتقول له ها هتنتخب مين؟ قال لها هنتخب مين؟ هنتخب شفيق طبعا. ده بجد مش هزار. وانت هتنتخبي مين؟ قالت له مرسي طبعا. الناصريه اللي المفروض بقى احنا يعني عايشين في زمن بتاع عبد الناصر بيكره الاخوان والناصريين بيكرهوا الاخوان والاخوان بيكرهوا الناصريين وحاجات زي كده. فالناصريه انتخبت مرسي والاخواني انتخب شفيق، فهي حتى بتقول له ازاي ده انت كنت اخوان؟ قال لها ما هو علشان كده هنتخب شفيق. انا شخصيا قطعت. انا كنت ناوي ابطل وبعدين لقيت 2 صحابي شكوا فيا يقولوا لي ما هو انت لو ابطلت هتروح وبعدين تحط ايدك في الحبر وبعدين تمضي، احنا ايش عرفنا كتبت مين؟ وقفت قدام باب اللجنه ورحت واخد بعضي ومروح. طب على ذكر الاتجاهات السياسيه ديت بيقال عليك ان انت ماركسي كافر. ده كلام فارغ الحقيقه. يعني مفيش حاجه اسمها كده. هو المشكله ان احنا عايشين في عصور جهل الحقيقه بقالنا سنين طويله، لا هي بسبب حسني مبارك، لا هي بسبب حسني مبارك وبسبب جمال عبد الناصر وبسبب السادات وبسبب الملك وحاجات زي كده. الاساس هو الاستعمار اللي جه على البلد، انه هو كان الاستعمار مش مصلحته اطلاقا انه يبقى في حكم اشتراكي او يبقى في افكار اشتراكيه او افكار حتى شيوعيه. وبالتالي بداوا يروجوا الى فكره ان الشيوعيين دول كفره، ما بيصلوش ما بيصوموش، بيكرهوا الاديان، بيزدروا الاديان وربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله يعني وحاجات زي كده. ده مش حقيقي على الاطلاق خالص، ملوش اي علاقه. انت في عندك مجموعه افكار تتعلق باقتصاد وبشكل اداره سياسيه، وانت بقى في قلبك عايز تبقى مسلم، عايز تبقى مسيحي، عايز تبقى يهودي، عايز تبقى بوذي، عايز ما يبقاش ليك دين، ده موضوع تاني خالص ملوش علاقه بانتمائك الفكري. دي كل يعني
في ناس كتير ما تعرفش عنك ان انت اساسا مش قبل ما كنت تبقى مذيع حتى في الراديو، انت كنت بتعمل فويس اوفر ارتست. انت فويس اوفر ارتست اساسا. انت مش بالظبط. كنت انت عملت حاجات كتير جدا. هو انا اتخرجت من اقتصاد، اشتغلت معيد شويه، وبعدين قدمت استقالتي، اكتشفت ان انا ما ينفعش ابقى مدرس خالص. يعني اهلس قوي على ان انا ابقى مدرس. تمام، واضح. واضح قوي بالظبط. انتوا عجبتكم قوي الحكايه دي. اهل وبعدين لما اتخرجت من الجامعه، لما سبت الجامعه قصدي، اشتغلت شغلانتين مع بعض. اشتغلت مذيع في التلفزيون المصري في الفضائيه المصريه، وعملت برامج اطفال، وعملت برامج دينيه، وده كان اول سنه ليا، وكنت ألدغ اكتر منك بمراحل. انت كنت ألدغ؟ اوه ياه بجد؟ ازاي؟ طب يعني انت امتى؟ يعني انت ما انت مش ألدغ. انا دلوقتي اتعلمت وانا عندي 23 سنه. امر امير الامراء بحفر بئر. انا ألدغ ابا عن جد. يا راجل. والله. امر امير الامراء بحفر بئر في الصحراء يشرب منه جميع الفقراء. حلو. هتيجي يعني كويسه، يعني عامل زي ليله الخروف يعني كده. بس فانا اشتغلت في واحده من شركات التليفون المحمول بعد ما سبت الجامعه، وفي نفس الوقت جالي شغل بتاع الفضاء المصريه ده. فتعلمت هناك على ايد اتنين، على ايد مدام سناء منصور، وعلى ايد مدام صديقه حياتي، دي واحده من مؤسسين الشرق الاوسط، جيل سناء منصور وما الى ذلك. فهي قالت لي انت عايز تبقى مذيع؟ انا كنت ساعتها بجرب بصراحه، وما كانش في حلمي خالص ان انا اشتغل مذيع على الاطلاق. قلت لها اديني بجرب. قالت لي لو هتستمر لازم تنطق. فنطقتني الحقيقه الريح. وصلت وجابت منك الريح في الاخر. وابنك ألدغ؟ ابني ألدغ، ابويا الله يرحمه ألدغ، اخويا الكبير بس هي الحاجات دي يعني شده وتزول او بتفضل معاك يعني. هي بتفوت نقدر نعيش بيها يعني. طب بمناسبه الراديو، في ناس ما تعرفش ان انت من كام اسبوع كده انت قدمت انا والنجوم وهواك بدل اسامه منير. ده على نجوم اف ام. طبعا. مش كده؟ طيب حصل. يعني دي مش اول مره على فكره. اشمعنى مسكتوا لي؟ لا اصل انا عايز اقول حاجه. اصل احنا الناس يعني احنا سمعنا التسجيل بتاع الموضوع ده، وانت كنت يعني انت كنت بتعمل مكالمه تحديدا. لا انت مش واخد بالك. انت كنت بتعمل انت كنت على تويتش عمال تتكلم في السياسه، وناس عمال تكلمك عن الحب على التليفون. وكانت في واحده عماله تقول لك يا اسامه يا اسامه يا اسامه، وانت قلت لها انا يوسف، قالت لي يا اسامه. قلت لها خليني خالد، يعني مش دي القصه. بس جاوبي على السؤال اللي انا بساله يعني. بس ازاي تعاملت مع موضوع انا والنجوم وهواك؟ ازاي يعني انت ازاي اديت نصايح في الحب يعني؟ والله هقول يعني مثلا متهيألي يقول لك انا في واحد سابني من زمان، الاخوان وحشين، انا في واحد سابني يعني ازاي تعاملت مع الموضوع ده؟ هي قالت لي انا اتخطبت وكت. خطوبه عاديه وكت. قلت لها كده اللي هي ايه؟ قالت لي خطوبه عاديه. قلت لها هو في خطوبه مش عاديه بيحصل فيها حاجه يعني ولا ايه؟ هقول لك شوف، هو انا مش شايف ان الحكايه مختلفه خالص. يعني الحب هو الثوره هي حب. انا ليا حد الله يرحمه، ده كان استاذي يعني، وهو واحد من مؤسسين اليسار المصري من سنه 36، ويمكن هو حتى كان من اساتذه ابويا الله يرحمه. فتعلمت منه حاجه ظريفه جدا، انه اكتر فعل رومانسي في الدنيا انك تعمل ثوره. يا سلام. فقلت له ليه؟ هيقعد يتريق والله العظيم. انا عارف. انا جاي وانا شايل عشان كده اللي بيحصل فينا اللي بيحصل بعد الحب. ماشي، وبعدين اتفضل يا بيه. سيكو. فسالته وقتها، قلت له ازاي يعني؟ قال لي البني ادم اللي بيثور ده علشان تحسين اوضاعه وتصليحها وحاجات زي كده، هو بيثور علشان مين؟ عشان الناس اللي يعرفهم ولا عشان كل الناس؟ قلت له عشان كل الناس. قال لي بدافع الايه؟ فما كانش عندي اجابه، كان عندي حوالي 13 او 14 سنه. قال لي بدافع اكيد ان هو بيحب الوطن، والوطن ده ايه؟ ارض وناس. فانت بتحب الناس في المطلق من غير ما تعرفهم، وبالتالي ما كانش صعب اطلاقا انت تتكلم في الحب بتاع بني ادم لبني ادم. اللي ما بيحبش بلد ما بيعرفش يحب افراد، واللي ما يعرفش يحب افراد عمره ما هيعرف يحب البلد على بعضها. انا الحقيقه بمناسبه الحب، انا يعني لما احنا فرغت الحلقه. لا انا في حاجه بمناسبه الحب. احنا طلعنا هاشتاج على تويتر، فقلت لهم تحبوا تقولوا ايه ليوسف الحسيني؟ فانا بس عايز اقرا لك شويه حاجات. انا كنت غبي قوي في لا بس رنا بتقول لك انت ليه بتقول كلام جامد بزياده؟ وصافي قالت الله قول له ان انا بحبه يا حياتي. سهى بتقول لك انت زي عسول كده. نورا بتقول لك في اتنين كمان، ثانيه واحده. نورا بتقول لك انت مرتبط طبعا.
عندي عيال. وفي الاخر وائل بيقول انت ازاي راجل قوي كده؟ هو سؤال غريب من وائل حبتين. تحب تقول ايه لوائل؟ اللي بتطلبه ده عيب وحرام يا بيه. من كام اسبوع كان في اعتصام اللي هو اللي حصل حوالين مدينه الانتاج اولاد ابو اسماعيل، وانت كنت من الناس اللي انت يعني نزلت معاهم. انت يمكن من الاعلاميين القليلين انت فعلا رحت اتكلمت معاهم. وانا غالبا الوحيد. فعلا انت اتكلمت معاهم. انا فاكر احنا معانا صوره من الاعتصام ده يا جماعه. ثانيه واحده ممكن ثانيه بالظبط. ده ايه اولاد ابو اسماعيل اللي حصل لهم؟ طب ثانيه دول ايه الاعتصام ده حضرتك؟ هو ده مش اعتصام ولاد ابو اسماعيل خالص. انا واضح كده. ده كان اعتصام مصر للطيران. انت بتروح الاعتصامات اللي طب هم بيذبحوا هناك ولا لا؟ لا. طب بيقدموك السيرفيس يا اما تشيكن او لحمه ولا حاجات زي كده وعصير طيب هل يعني انت ماشي في اي حته فيها اكل او حريم؟ ممكن ماشيها او حريم. لا طب نرجع لاعتصام ابو اسماعيل. انت رحت فعلا انت نزلت واتكلمت معاهم وصليت معاهم. حصل يا ماركسي يا كافي يعني ازاي تعاملت معاهم كده؟ يعني انت ما كنتش خايف؟ ما كانش عندك مشكله معاهم؟ في ناس كانت كلها بتضخم الامور، انت ايه رايك؟ هي الناس ما ضخمتش الامور. هو الاعتصام ما كانش صح من وجهه نظري، او بالاصح طريقه التعامل في الاعتصام ما كانتش صح. هي كانت مكالمه كده جات لي يوم الخميس. انا رحت يوم الجمعه طبعا صليت الجمعه. المكالمه دي جات لي يوم الخميس من الفضائيه المصريه، كان برنامج بيقدمه جمال الشاعر. فرئيس التحرير كلمني تليفون ارضي، انا ما بردش على تليفون عاده، يعني اللي عارفيني كويس عارفين ان انا شبه ما بردش على التليفون خالص. رديت عشان تليفون ارضي بيتكلم، فدي حاجه غريبه. ايوه احنا برنامج كذا، طب احنا معانا الشيخ صفوت بركات الذي نادى ودعا لاعتصام مدينه الانتاج الاعلامي، وعايزينك تتكلم على الهوا تقول وجهه نظرك. فبدانا نتناقش انا والدكتور صفوت بركات، بالمناسبه هو استاذ علوم سياسيه في جامعه قناه السويس. فقلت له بص احنا نبدا الكلام. قال لي لا احنا عاملين الاعتصام. قلت له عاملين اعتصام ليه؟ قال لي عشان الاعلام المنفلت. قلت له لا انا بتحفظ على كلمه منفلت تماما. لو انه في اعلام منفلت فهو الاعلام الثاني، لو صح كلمه اعلام ثاني، اللي هو المفروض ان هو القنوات بتاعه الدعوه هي اللي بتتكلم عن انه فلانه زانيه وفلانه ارتكبت وفلان عمل وما الى ذلك. ده اسمه الانفلات. الاعلام بتاعنا ما هوش اعلام منفلت، تحفظ عليه واختلف زي ما انت عايز. قلت له عشان برضو اكمل لك. يقول لا انا مصر على انفلات. قلت له لا نكمل، اعتصم وتظاهر واشجب وندد وحط صور واتهمني ان انا عميل وان انا جاسوس وان انا ممول وان انا كذاب، لكن ما تحط الصور اللي بتقول عليها كلب سويرس، لان اللقب ده محبب قوي بالنسبه لي. فدي الصوره الوحيده اللي بحطها في ده انا اللي بطلع الصور دي. انت بتطلع الصور؟ انا اللي اسمي. هم كانوا حاطينها قدام باب المدينه، فقال لي انت عندك حق. قلت له فانا ما عنديش مشكله في الاعتصام. انا طفل سويرس ولا ما كانش في حاجه؟ انا كنت موجود. كان صورتك بس من غير الطفل. اوكي طب اوكي اتفضل. فكانوا قايلين ايه؟ لا مش فاكر، انا ركزت قوي مع صورتي، النرجسيه كانت واخداني. تمام يا فندم اوكي. فقال لي طب ايه المطلوب؟ قلت له المطلوب ان انتم من حقكم وانتم معتصمين تفتشوا اللي داخل الاعتصام، بس ما تفتشش اللي داخل المدينه، مش من حقك ولا تمنعني من دخول الشغل بتاعي. فقال لي لا احنا ما حدش فينا تعدى على حد. كان ساعتها لسه خالد يوسف مضروب. قلت له هو خالد يوسف لسه مضروب حالا، فما فيش استفاده من ده يعني، بالاضافه ان انتوا هتشوهوا صورتكم اصلا، فانتوا احرار. قال لي انا مستعد نعمل مبادره ومش عارف ايه وحاجات زي كده، ونقعد الخميس اللي جاي في برنامج الاستاذ جمال برضو ونتكلم. قلت له انا ما عنديش مانع بشرط يكون في موجود عمرو اديب، يبقى موجود ابراهيم عيسى، يبقى موجود لميس الحديدي، يبقى موجود باسم، يبقى موجود كل الناس اللي انتوا بتهاجموهم وبتقولوا عليهم انهم وحشين، يبقى موجودين جوه الحلقه يعني. ماشي اوكي اتفضل. قال لي طيب اقول لحضرتك حاجه، احنا ممكن نفضل الاعتصام بكره. قلت له لو عملتها اصلي معاكم بكره، ما دي قصاد دي بقى. فقال لي خلاص. قلت له يعني اجي بكره؟ قال لي تعالى. رحت فعلا وقالوا لي خش، فطبعا انا ولا الهوا مستحيل كنت اغامر ان انا اخش من بره من على الطريق. فدخلت من باب السري وركنت العربيه جوه المدينه وخرجت من باب 4. فجابوا لي شاب طويل عريض وحش كان موجود ومعاه الشيخ صفوت بركات. فخدوني من جوه المدينه، خرجنا وطلعنا بقى على المنصه فوق مع الشيخ محمد الزغبي وصلينا الجمعه، حضرنا الخطبه وصلينا الجمعه وبدانا نتكلم. والاعتصام اتفضل بعد كده؟ ودعوا للاعتصام في الميكروفون بتاع الخطبه بعد صلاه الجمعه ما خلصت وكله، فدعوا لفض الاعتصام وانه ضروره انه يعني ما فيش داعي ان يبقى وجودنا هنا يثير مخاوف ولا يثير قلق ولا يسبب بلبله. ده حاجه كويسه يعني،
نتيجه ان الحوار بينفع في اوقات كتير. الحوار بينفع في اوقات كتير لو في ودان هتسمع. على العموم انت شرفت فعلا البرنامج، وانا عايز اطلب منك طلب اخير. انا بما ان انا في حضره المذيع الكبير يوسف الحسيني، هو يا ريت تتابعوه الساعه 9 الصبح لو انتوا بتصحوا على صباح اون في برنامج بالليل على نجوم اف ام يوم السبت. مش مشكله، المهم 8 ل 10 من 8 ل 10 كل سبت. ده حلو ده. فانا عايزك انت اللي تخدم البرنامج ليا. انا عايزك تقول نشكركم ونلتقي بكم في حلقه اخرى من برنامج أو فيكم او معاكم او جوه بتاع. اتفضل حضرتك. هنا في دي. ايوه نشكركم ونلتقي بكم في الحلقه تاني من الاول. شوف اللي انا بعمله ده مش سهل. يلا تاني. والله. نشكركم ونلتقي بكم في الحلقه القادمه من برنامج البرنامج. شكرا جدا.